اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. معلش لو الصوت بس شويه كده، فعشان انا بس جوه الحمام، الغساله بتاعتي في الحمام، لا مؤاخذه يعني. فالنهارده بقى عايزه اكلمكم على موضوع الغساله الاوتوماتيك، ان انا ما ينفعش الغساله حتى لو فوق اوتوماتيك او اوتوماتيك، لازم كل فتره كده، يعني اقل حاجه كل 3 شهور. كل 3 شهور لازم تعملي تعقيم للغساله وتنضفيها من اي رواسب فيها. ما بيبانش في الحله الاولانيه، بس بيبان في الحله اللي هي من تحت. هما بيبقوا حلتين داخل بعض كده. الحله اللي من فوق ما بتبقاش باين فيها، بس بيبقى باين في الحله اللي تحت. لازم كل فتره كده اجي كده، كل شهر ونص، شهرين، 3 بالكتير، ان انا اعمل لها دوره تنظيف وتعقيم ليها. بحاجتين ببساطه قوي لازم تعمليهم كده كل فتره، لازم. عشان الغساله ما تعملش رواسب في الخرطوم ولا في الكاوتشات بتاعتها ولا في الحله الداخليه، وتبتدي تشوفي ريحه في الغساله، خصوصا لو انت مسافره فتره ورجعتي. لازم الغساله تعملي لها تطهير كده الاول قبل ما تدخلي فيها غسيل. مش اي حاجه بتحط على اي حاجه وخلاص. طب ايه الحاجات ديت؟ هما حاجتين بس بساط قوي بتعملي بيهم. هتجيبي معايا اي ازازه خل، لو خام هنحط نص ازازه الخل. نص ازازه خل لو هو خام بتحطي نص الازازه. حلوه قوي على دوره الغسيل، بس لازم دوره الغسيل تسخنيها على درجه حراره قولي اقل من الاخيره. يعني مثلا لو انت عندك 90 خليكي في الستين، وتشغلي دوره غسيل عاديه خالص، يعني بس تعلي السخان شويه. ما يبقاش الحراره اللي هي 40 او 30 او يا 50 يا 60، عشان تاخد الغليان، عشان الخل يتفاعل ويسخن وينضف لك كل كاوتشات الغساله وينضف لك الحل. وايه تاني؟ وهتجيبي معلقتين كربونات، اي كربونات عندك موجود، عندك ازايز او جايباه سايب من عند عطار. معلقتين كبار كده كربونات، وبتحطيهم مع الخل، وتشغلي السخان، وتشغلي دوره الغسيل بتاعتك زي ما انا قلت لك كده. 40 لا 50 او 60. لو انت عندك 90 خليك في الستين، وتشغلي دورة الغسيل دي كل 3 شهور بالكتير. لو هتقدري تعمليها كل شهر او شهر ونص يبقى كويس جدا كده. بتحافظي على غسالتك، بتفضل معاكي فتره طويله، ما فيهاش اي روايح وما فيهاش اي رواسب. وحتى لما بنحط الغسيل الابيض ما بيجيش الحله بتطلع الرواسب اللي في الحله الداخليه، بتطلع على الغسيل الابيض. لازم تعملي كده كل فتره، وتشتغلي على نفس البرنامج كده اللي انا قلت لك عليه. ماشي؟ هنعمل كده الحكايه دي معانا وهوريكم ازاي دلوقتي. اوضح الكاميرا بس شويه على الدرج. وكمان ايه، لازم تنضفي الدرج كده بفرشه سنان كل فتره. تخرجي الدرج بره وتنضفيه بفرشه اسنان مكان الرواسب بتاعت الغسيل بتاعت المسحوق. هنحط بقى الايه، هحط انا المعلقتين الكربوناتو، واحط شويه الخل. هم دول بقى اللي هيريحوا لك بقى كل الدنيا دي كلها. ما تسيبيش اي حاجه كده وخلاص وتقولي لا ده هي كويسه، لا. تعملي بقى دوره التطهير بتاعت الغساله وتسيبيها، وتشغلي في دوره السخان كل حاجه. انا هشغل كل حاجه، بشغل السخان، بشغل كل حاجه فيها، وتسيبيها بقى. ماشي؟ بس كده بقى انا خلصت الفيديو بتاعي، ويا رب يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد.